عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عندي وصفة جبارة ليكم. أكلة حلوة قوي، مش هتقفي في المطبخ كتير. أكلة هتنجزك، وخصوصا في الحر اللي احنا فيه ده، ومش طالبة ناكله يعني تعملي مسبكات وتعملي الكلام ده. لا، هعملك أكلة بسيطة وخفيفة جدا. أنا هنا عندي ده نص بانيه. زي ما انتوا شايفينه كده، انا جايباه بانيه صحيح. تمام. انا لسه هعمل فيه حاجات وهتبقوا معايا خطوه بخطوه. هنا جبت طماطم، وده بقدونس، بطاطس، بصل، فلفل، والمكون الرهيب معانا اللي هستخدمه دبس رمان. تمام. المكون ده انا هستخدمه، وبرده هيبقى معانا شويه بهارات. هنمشي مع بعض خطوه خطوه كده، وتعالوا نشوف معانا. وما تنسوش طبعا البصل. انا الفراخ بتاعتي بقطعها الحجم ده. شايفين الحجم ده؟ اللي انتي عايزاه برضو، الحجم اللي انتي عايزاه ممكن تعمليه. تمام. انا هنا طبعا هعمل شاورما فراخ. ماشي. بقطع بالطول، وبعد كده بختار الحجم او الطول اللي انا عايزاه. بس لازم على قد ما تقدري تكون الحته معاكي رقيقه، يعني دي كده فيها حته عظمه هشيلها وهقطعها على 2. خليكي معايا خطوه خطوه كده. بس يا جماعه، انا بقطعها الحجم ده. شايفين؟ دي على 2 اهي. بقطعها الحجم ده كده. ده كده حلو. تمام. انا عايزاها بالطول. انت ممكن جدا ان انت تجيبيها اصلا من بتاعه فراخ. دي هقطعها، لسه مبحبهاش سمكها عريض كده، هرفعها. ممكن تجيبيها اصلا من بتاعه فراخ متقطعه شاورما جاهزه، بس لا، انا بحب اقطع الحاجه بنفسي. بصوا بقى، انا هنا كنت خلاص خلصت البانيه بتاعي وخلصت وقطعته. طيب، نفس تقطيعة الطماطم نفس تقطيعة البانيه. زي ما احنا شايفين كده صوابع. على قد ما تقدري ترفعي رفعي، بس انا حاولت احافظ على المية اللي جوه دي بتاعت الطماطم، اللي هي قلب الطماطمية، عشان بتدي تست حلوة قوي وتسكيرة حلوة قوي للفراخ. طيب، انا عملت قد ايه؟ يعني ده نص بانيه. انا عملت مثلا حوالي 3 طماطمات. عايزة تزودي براحتك، عايزة تقللي براحتك، بس انا بحب بحب يعني بحب المقدار ده. يعني بحب احس بالطماطم والخضار في قلب اهي، في قلب الشاورما بتاعتي. في ناس ممكن ما تحطش طماطم خالص، بس انا بحبها بصراحه بالطماطم. هقطع الفلفل برضو وهوريهولكم. بصوا التقطيع بيبقى كده، وللاسف صبعي اتعور. خلي بالكم من السكينه يا جماعه، عشان السكينه ساعات بتبقى حاميه. الحمد لله. بصوا، انا ببقى عايزاه كده رفيع كده. يعني انت لو قطعتي مكعبات يبقى كل التقطيع مكعبات. قطعتي شرايح كده زي ما انا عامله، يبقى كل التقطيع شرايح. وانا عامله كوبي عشان ما تبقاش سبايسي قوي، وواحد بس سبايسي. عايزه تستغني عنه تمام، بس انا بحب التست السبايسي، بس ما يبقاش عالي قوي عشان الولاد. انا هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي، وده طبعا اللي هو السبايسي زي ما احنا شايفين. بصوا، انا حاولت ان انا اقطعه كده زي ما احنا شايفين بالطول. تمام. بس يا جماعه، انا هنا قطعت البصل. شايفين؟ انا عايزاه كده، عايزاه شرايح كده. تمام. طبعا الكميه معايا ما شاء الله. عايزه اقول لكم دي لمجرد ما تتشوح نار هتقل، يعني تبقى نص الكميه. بس انا بحب طعم الخضار في قلب في قلب الشاورما. تمام. اهو، يبقى انا كده جهزت البصل، طماطم. بحب اوي اجهز حاجتي الاول، الفلفل، الفراخ طبعا. ناقص لي ايه بقى؟ ان انا اقطع البقدونس، وانا هاخد حزمه واحده بس، مش عايزه الاتنين، عايزه واحده بس تكفي. اوكي. وطبعا البطاطس هتتقطع، بس البطاطس المره دي هعملها في الاير فراير، مش هقليها على البوتاجاز. بس يا جماعه، انا لقيت الحزمه الواحده او الربطه الواحده قليله قوي. بعد ما نضفتها وغسلتها وقطعتها، لا، فهاخد التانية كمان هشتغل بيها. ممكن طبعا اللي انت تضيفي فلفل الوان، بس انا ما كانش عندي وقتها. فلو عايزه تحطي فلفل كوبي احمر واصفر عادي. طبعا البطاطس اهي الحمد لله، يعني قطعتها قشرتها وقطعتها، مع ان ايدي والله صبعي مفتوح، بس الحمد لله تمت المهمة بنجاح. وحطيت عليها مية وحطيت عليها خل. هسيبها شوية لان احنا لسه مش وقت الغدا. فانا هعملها قبل الغدا، عشان لما بتتعمل في الاير فراير وتقعد شوية بتحسي ان هي مش حلوة خالص، فبتبقى عايزة تتعمل وتتاكل على طول.
تمام. اما الشاورما بقى لا، انا هشتغل فيها دلوقتي، وعادي جدا ان انا ساعة الاكل اسخنها. انا مبدئيا كده جبت طاسة غويطة زي ما انتم شايفين. بستخدم زيت، ما بحبش استخدم سمنة خالص في الشاورما. ومش بحب احط زيت كتير. تمام، يعني مش عايزاها دسمة، يعني انا عايزاها تكون طريقتها صحية وايه تكون حلوة. طيب، الزيت عندي لمجرد ما يسخن، احس لو سخن هعمل ايه؟ اسمي الله كده وانزل واحدة واحدة بالفراخ. اوكي، واقلبها. لازم الفراخ اي لحوم يا جماعة لازم تاخد صدمة. بصوا خدت معايا صدمة. اللي لزق ده عادي جدا، حتى لو الحاجة تتل برضو هيحصل كده عادي خالص. بديها تقليبة كده لحد ما اللون بتاعها يبتدي يبقى لونه ابيض. اوكي، وبعد كده هنزل بقى ايه بالبصل بتاعي يتكرمل معايا. ادي البصل، اديله تقليبة برضو. الاول هتحسي البصلة يعني عالية قوي. كل ده لمجرد ما تدبل معاكي كل ده هيقل خالص. بصوا ابتدت الكمية تقل ازاي، لمجرد ما هي ابتدت تدبل كده معانا زي ما احنا شايفين. في الوقت ده انا هعمل ايه؟ هنزل بالفلفل بتاعي. اخر حاجة هتنزلي بيها هي الطماطم، عشان انا مش عايزاها تبقى مهرية قوي، يعني انا عايزاها ايه صحيحة. تمام، هنزل بالفلفل برضو واديله تشويحة معايا. يبقى الفراخ مع البصل مع الفلفل. بصوا الفراخ منزله الميه بتاعتها ازاي والبصله. طيب انا هسيب لحد ما الميه دي هتساعد اصلا في السوا. الميه اللي نازله منها انا مش هضيف اي ميه. ليه؟ لان الفراخ مش يعني بتستوي بسرعه غير اللحمه. اللحمه بتزودي ميه تمام. وفي الوقت ده انا عايزه احط دبس رمان. احط شويه كده زي ايه معلقه كبيره. اوكي، وهقلب بقى. بس الدبس الرمان لما تحط غمقها شويه، وفي نفس الوقت التسكيره اللي في الدبس الرمان هتساعد اكتر في الكرمله بتاعه البصل بتاعي والفلفل. تمام، هستنى بقى لحد ما الميه دي كده تتشرب. الله اكبر الله اكبر يا سيدي قوي يا رب. الاذان بيأذن. بصوا يا جماعه البهارات بتاعتي انا لسه ما قلبتهاش. عباره الشاورما اساسها البهارات: بابريكا، كاري، كركم، بهارات فراخ، ملح، فلفل اسمر. كل البهارات دي هدمجها بقى مع الفراخ بتاعتي، هقلبها. انا هنا دمجت كل البهارات بتاعتي. بص اللون، وعايزه اقول لكم الريحه تجنن. البصل متكرمل تحفه، عايز يتاكل كده والله من غير الفراخ. والميه شايفين اتشربت خالص اهي، شايفين الميه الصوص اللي كان نازل منها اتشرب. في اللحظه دي بقى انا هعمل ايه؟ هي كده استوت على اول مرحله. المرحله الاخيره لما انزل الطماطم بتاعتنا. تمام، بس مش هدبل الطماطم، هخلي الطماطم يعني احاول ان هي ما تبقاش دبانه او تستوي جامد قوي. والطماطم اوريدي هتنزل الصوص بتاعها برضو اللي هو قلب الطماطم اللي انا سايباه. سلام بقى لو معلقه طحين. بصوا يا سلام يا سلام، معلقه طحينه مركزه، مش طحينه متخففه، معلقه طحينه مركزه. هقلبها برضو مع المكونات. يا نهار ابيض على الجمال. حد يقول لي الجمال والطعامه دي. بصوا الطحينه لما اتقلبت عاطف كده تحسوا تست كده او صوص كده حلو قوي. يعني نفسي اعرف انتوا اكيد حاسين بيه. يعني بصوا المنظر، بصوا المنظر، والتقطيعه كلها واحده من الطماطم للبصل للفلفل للفراخ، كله نفس التقطيعه. ماشي. عايزه بقى تحطي، انا ما بحبش الصراحه احط عليها زبادي. في ناس بتحط معلقه زبادي، لا الزبادي مش بفضلها معاها بصراحه. ممكن لو في الفرن في طريقه كده ليا في الفرن ان شاء الله ابقى اعملها معاكم احط الزبادي عليه. بس بصوا المنظر، بصوا الطحينه، شايفين الصوص المتوغل في الخضار والفراخ، تحفه تحفه تحفه. بصوا شايفين اتحمرت ازاي، بصوا الجمال، واستوت وبقت زي العسل. هاتي بقى 200 رغيف كده فينو او بلدي واعملي سندوتشات واتفرجي على الجمال والطعم. متهيالي هو يعني هي شكلها بيحكي عنها، الشكل بيحكي عنها، والالوان اللي فيها بقى تحفه. وممكن كمان كنت نضيفي فلفل الوان، بس انا ايه زي ما قلت لكم يعني مش حابه قوي، ما كانش عندي، فمش اللي انا ايه انزل اجيبه مخصوص. يعني موجود موجود، مش موجود خلاص. اوكي،
هي كده خلاص انا هطفي عليها. تمام. في مكون ناقص، شايفين الطماطم لسه بحالها ما دبلتش. تمام. انا عايزاها كده. هطفي عليها. ومكون اخير انا هنزل بيه اللي هو ايه؟ البقدونس. بس انا مش هنزل بيه دلوقتي. البقدونس ده لان انا اكيد هسخنها تاني، فلما اجي اسخنها تاني مش عايزه ده يدبل. اوكي. فعند الاكل وان شاء الله هصوره لكم عند الاكل بعد ما اسخنها هحط البقدونس عليها بس كده. وادي يا ستي احلى شاورما. وبصوا ما شاء الله اتلسعت. بصوا الكميه قد ايه؟ من نص كيلو. كميه كبيره على فكره. الكميه دي تكفي 4 افراد من نص كيلو بانيه اهو. شايفين؟ بصوا المنظر. بس كده. الطحينه بتاعتنا طبعا انا عملتها معاكم كتير جدا. القوام طبعا زي ما احنا شايفين كده عباره عن طحينه. بتحطي حوالي معلقتين، تحطي شويه دقيق، تحطي ميه، تحطي ملح، كمون، بحط ليمون، وبحط خل. تمام. وشويه ميه، وبتدوبي، وحبه زيت. حطيت كده شويه بقدونس على الوش. اوكي. عايزه تحطي شطه حطي. بس الطحينه بتاعه الفراخ ما بيتحطش عليها توم. اوكي. ما حطيتش عليها توم. بس هحطها في التلاجة شويه بقى لان هي دي طبعا ايه الاساس معايا. عايزه تعملي توميه بتبقى تحفه برضو مع الشاورما بتاعه الفراخ، بتبقى تحفه. التوميه عايزه تعملي توميه اعملي. وده العيش يا حبايبي اللي انا هحشي فيه. عايزه تحشي بعيش شامي براحتك، بس انا حبيت اعمله في القايزه. وهنا كانت الوجبه بتاعتي كامله.